انا قلت لكم من حوالي 12 يوم قبل رمضان بيومين. قلت لكم الضربة الأمريكية على إيران هتكون 10 رمضان وهيكون يوم سبت. قلت لكم الضربة الأمريكية على إيران هتكون 10 رمضان وهتكون يوم سبت. ليه؟ أنا مش بنجم ولا إن أنا عرفت معلومة من حد. تخمينا كده الضربة دي جاية عن طريق إسرائيل هي اللي موجهة الضربة دي أصلا، مش أمريكا. إسرائيل هي اللي بتوجه أمريكا للضربة دي، لأن المصلحة الكبيرة لإسرائيل مش أمريكا. هي من الآخر كده إسرائيل هي اللي بتتحكم في أمريكا، في القرارات الأمريكية. اللوبي الصهيوني هو اللي مسيطر على العقل الأمريكي أساسا. تمام. فليه هيضربوا 10 رمضان؟ عشان الانتصار بتاعنا احنا يوم 6 أكتوبر العاشر من رمضان ده يعني نكسة كبيرة ليهم، فهم عايزين يعملوا يوم نصر ليهم يكون في نفس اليوم. الكلام دوت انا عارفه من حوالي اسبوعين، ان هم المفاوضات والقصة والحوارات اللي بيعملوها دي اسمها تضييع وقت للاستعدادات الأمريكية واستعدادات القوات، وعشان تاخد أماكنها والمدمرات تيجي من المسافات البعيدة وتتمركز في الأماكن اللي هتضرب منها. الأسبوعين دول اللي هم كان فيهم مفاوضات دول تضييع وقت وتمويه. تأكد إن أمريكا طالما قالت لك بنعمل مفاوضات، تأكد إن هي هتضرب. ده تمويه عشان أنيم الرأي العام العالمي ومحدش يشك في إن إحنا هنضرب. القصة دي خدوها منين؟ خدوها مننا إحنا في حرب 73، اسمه الخداع الاستراتيجي. إن الرئيس الشهيد أنور السادات، محمد أنور السادات رحمة الله عليه، كان بيلعب اللعبة دي معاهم، الخداع الاستراتيجي. إن هو يعمل أي حركة تدل على ان احنا مش هنحارب اساسا، وان احنا خلاص كده نمنا. خد بالك. ويبعت الضباط تعمل عمرة ويبعت مش عارف مين ويسحب الاحتياطي الجنود الاحتياط وينزلهم اجازات ومش عارف ايه. وبعد كده يعمل تهويشة ويرجع. لما 10 15 مرة يعمل كده على مدار سنين، قال لك خلاص الراجل ده ميت، مش هيضرب ولا يعمل. هم خدوها مننا، بس هم عندهم دلوقتي امكانيات جباره طبعا غير اللي كانت في 73. هم حاشدين جيوش تقدر تقاوم حرب عالميه. فهم دلوقتي عملوا حكايه المفاوضات دي تضييع للوقت، على اساس يستعدوا كويس ويعسكروا قواتهم في الاماكن اللي هينطلقوا منها، وفي نفس الوقت تمويه عشان انا نايم. بس الجانب الايراني ما نامش على فكره، الجانب الايراني عارف الموضوع ومجهز امكانياته كلها وموجه صواريخه على النقاط اللي هيضرب فيها، بدليل ان هو في اول نص ساعة ما ضربوا الصواريخ الايرانية طلعت فورا بدون تفكير. يعني الاول كان ايران بتاخد الضربة وترجع ايه، تقول لك احنا هنرد في الحتة الفلانية وهنرد في الحتة الفلانية. لا، هم فعلا المرة دي عارفين ان الغدر هيحصل والهجمات هتحصل بقوة نيران كثيفة، فهم موجهين صواريخهم. بمجرد ما الضرب يبدأ عليهم بيدوسوا على الزرار، لأن هم عارفين التغفيلة الأمريكية دي وجربوها كتير. ففعلا أنا لما قلت إن الحرب هتبقى 10 رمضان ويوم سبت، 10 رمضان دي لأن هم النكسة بتاعتهم كانت في 10 رمضان لما ضربناهم يوم السادس من أكتوبر. وإحنا في عز الدول العربية بتهنينا وبتبارك لنا على الانتصارات العاشر من رمضان، هم يروحوا ضاربين في المسلمين. هي الحرب ضد المسلمين اصلا، الناس ما تعرفوش، مش شيعة ولا سنة. وما يبدأوا بالشيعة وبعد كده يقلبوا على السنة بقى. هم مش عاوزين مسلمين في العالم. فطبعا هم دلوقتي العاشر من رمضان دي نكسة ليهم، فهم عاوزين يحولوها لنصر، يروحوا ضاربين في يوم 10 رمضان ويضربوا ليوم السبت، عشان يوم السبت ده هو نهاية الأسبوع، وفي نفس الوقت بيبقى بداية الأسبوع في إيران. إيران بتبدأ الشغل يوم السبت،
والساعة 8 الصبح بيكونوا قاعدين على مكاتبهم. هم ضربوهم الساعة 8 الصبح عشان القيادات كلها تبقى قاعدة على مكاتبها. فهي لعبة صهيونية مخابراتية من الموساد نفسه، وحدد النقاط الضعف اللي عند إيران. بس إيران برضو كانت صاحية وعاملة تمويه برضو زي ما هم بيعملوا تمويه. خلت يعني القيادات بتاعتها غيرت أماكنها وعملت لها حاجات تحت الأرض وبتاع، بحيث برضو لو ضربوا بقنابل من القاذفات البي 2 ما تقدرش توصل لهم. يعني عاملين أماكن تحت الجبال، جبال الرخام مش جبال الحجر العادي، وعلى بعد 150 و200 متر. فانت دلوقتي ده ما يقدرش النووي، ممكن ما يوصل لهمش. لو ضرب بنووي مش هيوصل ل 200 متر في الرخام. من الاخر يعني برضو الناس ديت فهموا اللعبة واستعدوا لها كويس. فاحنا دلوقتي المشكلة بقى في ايه سيادتك بقى؟ الكارثة الكبيرة ان القوات الامريكية بتضرب من القواعد بتاعتها اللي موجودة في دول الخليج والدول العربية في الشرق الاوسط. طيب المطلوب مننا ايه لما انت بتضربني من القواعد اللي موجودة في الدول العربية؟ هرد عليك فين؟ ما انت الطيارات بتطلع من القواعد دي، فانا لازم اضرب القواعد دي. ما انا لو ما ضربتش القواعد دي انت هتفضل تضربني. العيب مش على ايران هنا، العيب على اللي وافقوا يعملوا قواعد عندهم. انت عملت قواعد عندك يبقى تستحمل، ولا تقول لي سيادة ولا تقول لي بتنجان. مع ان اخواتنا هيزعلوا مننا، بس احنا بنتكلم في الصح. الصح انت وافقت انك تعمل قواعد، فلازم تتلقى او تتحمل المقابل بتاع ده. عملت قواعد واستفدت منها ماديا او فكرتها ان هي تحميك، هي اصلا مش هتعرف تحمي نفسها. انت دلوقتي واحد جاي بيحدف عليا طوب من البيت اللي جنبي، انا احدف عليه طوب فين؟ مكان ما هو واقف، مكان ما هو بيحدف عليا، ولا اقعد احدف على الجيران؟ مش انت دلوقتي واقف على البيت اللي قصادي؟ انا بسطها لك كده بالمثل الشعبي البسيط. انت واقف على البيت اللي قصادي وبتحدف عليا طوب، مش المفروض ان انا احدف عليك طوب مكان ما انت واقف؟ فالطوب هيجي على البيت اللي قصادي اللي انت واقف عليه اللي هو بتاع الجيران ده. ولا انت تضربني بالطوب من على البيت بتاع الجيران، واروح انا ماسك الطوبه اروح حادفه على الجيران اللي ورايا، واسيبك انت تضربني على قفايا؟ تضرب من هنا وانا اضرب من الناحيه التانيه، تفضل بقى القصه كده. ما معروفه الطيارات طالعه من القواعد دي بتضرب، فانا لازم اضرب على القواعد اللي طالعه منها الطيارات اللي بتضربني عشان ادافع عن نفسي. كده هو مش اعتداء على السياده برضه، عشان ما تدخلوش الامور في بعضيها. انت وافقت ان القواعد تضرب من عندك، فانا لازم اضرب عليها وهي عندك. الغلطه غلطه اللي عمل القواعد من الاول. طب ما احنا ما عملناش قواعد عندنا، ولا احنا بس ارجل حد فيكم هي مصر؟ مصر هي الرجوله كلها اللي ثبتت ان هي الرجوله كلها والشهامه والاخلاص للقوميه العربيه هي مصر. ما وافقتش حد يكسر عينيها ولا يعمل قاعده عندها. ليه؟ عشان احنا مصر ام الدنيا. الكلمه دي مش من فراغ، الكلمه دي جه وقتها دلوقتي عشان تعرفوا قيمتها. مصر الوحيده اللي ما عملتش قواعد اجنبيه اساسا، ولا امريكيه ولا غير امريكيه. مهما حصل من اغراءات ماديه ما وافقناش نعمل قواعد. فهنا دي بتثبت ان مصر هي ام الدنيا. مش كلمه كده وخلاص بنقولها عاطفيه، لا، مصر ام الدنيا لان هي فعلا قويه. بتضعف اقتصاديا بس قويه من مكانتها ومن موقعها الاستراتيجي ومن يعني من اخلاصها للقوميه العربيه. مصر هي الاخلص وهي الاقوى دلوقتي. بدليل ان الطيران المدني كله دلوقتي بيعدي علينا. الطيران المدني كله بينزل عند مصر وبيحود على مصر وينزل اضطراريا في المطارات المصرية، وادخلوها بسلام آمنين، عشان مصر هي أم الدنيا. وأهلا بالطيران اللي بينزل اضطراري عندنا. ودي بتثبت إن احنا مصر هي الأمن والأمان. ونقدر نقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وربنا يستر برضه على دول الخليج والدول العربية، لأن هم دخلوا في حكاية مش بتاعتهم بسبب القواعد اللي عندهم. وشكرا.